ثلاثة تشاركوا وقالوا من اليوم وصاعدا نولوا نسترزقوا مع بعضنا. شكون هم؟ السبع والثعلب والقنفود. اتشاركوا يا ابن امه وانا نتمتم ونتفهم ولاو يصيدوا. المهم هما يصيدوا، صيدوا غزال وصيدوا ارنب وصيدوا جربوع. ولما صيدوا هذو ثلاثة كي لحق الليل السبع قال للثعلب قالوا قسم بيناتنا. والثعلب انتم على بالكم باللي ما يبغيش حقه يضيع وحيلته غير تحت طابقه. قالوا يا السبع شي نقسم الحكايه راها باينه، الكبير بالكبير والصغير بالصغير. الثعلب قال لك انا ندي الارنب، من المهم الطفره في القنفود يدي الجربوع، والسبع كبير يدي الغزاله كرشو كبيره. ولكن السبع ابن ما عجباتوش القسمه، اضرب الثعلب بكف حتى قعد. ونهار اللي ما عجباتوش السبع القسمه قال للقنفود قالوا قسم انت. ولا القنفود ابن ما يقسم، قالوا اسمع السبع، قالوا الارنب غداك والغزال اعشاك والجربوع الله ينعل والديه اللي راه طامع ياكلوا معاك. السبع ابن ما عجباته القسمه ولا يصفق، عجباته ابن ما. ولما عجباته الثعلب قال للقنفود قال له قول لي وين قريت على هذا القسمه، وين قريت عليها؟ قالوا اسمع الثعلب، قالوا هذا القسمه قريتها نهار اللي ديت انت كف، قريت انا هذا القسمه، عرفت باللي السبع ابن ما ماهوش باغي يعني العدل، السبع باغي اللي كانت قدامه كامل ياكلها. رد بالك يا ابن ما انت تشارك السبع، رد بالك يا ابن ما انت تشارك انسان قوي عليك فيروح حقك. اذا كنت ثعلب حقك يروح، واذا كنت قنفود يا ابن ما راك تسمع في حقك وتخرج فاهم تسلم براسك وترجع للسطر. وانا نتمتم وانت فاهم، ومع السلامه ودمتم.